هل مصطفى شوبير هو الحارس الأول في النادي الأهلي أم أبو جبل؟ مصدر بيكشف مفاجأة مدوية. كشف مصدر داخل النادي الأهلي كواليس ما يدور داخل الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر بعد تدعيم مركز حراسة المرمى وحسم صفقة محمد أبو جبل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادما من البنك الأهلي لتعويض غياب محمد الشناوي الذي تعرض للإصابة وسيغيب لفترة تصل إلى 3 أشهر على الأقل. وقال المصدر في تصريحات خاصة أن مارسيل كولر يضع مصطفى شوبير في المرتبة الأولى وسيكون الحارس الأساسي الذي سيعتمد عليه خلال الفترة المقبلة، وليس محمد أبو جبل الذي جرى التعاقد معه لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة. وأكد أن كولر لديه قناعة كبيرة بمصطفى شوبير للمشاركة وحراسة عرين الأهلي، وهناك ثقة كبيرة في إمكانياته، وهو ما جعله يوافق على رحيل علي لطفي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى نادي زد الصاعد حديثا للدوري الممتاز. وشدد المصدر على أن مصطفى شوبير سيكون الحارس الأول في الأهلي ومحمد أبو جبل سيكون الثاني في الفريق، مشيرا إلى أنه في المباريات المقبلة بداية من لقاء شباب بلوزداد المقرر إقامته في منتصف فبراير المقبل سيكون مصطفى شوبير هو الحارس الأول. واختتم أنه كانت هناك حالة واحدة لجعل محمد أبو جبل الحارس الأول في الأهلي، هي إذا نجح في قيادة منتخب مصر للوصول إلى المباراة النهائية من كأس الأمم، وهو ما لم يحدث.